السلام عليكم. أيام رمضان عم تمضى بسرعة، وهي صرنا باليوم السادس من هالشهر الفضيل اللي كله فرح وبهجة. بتمنى يكون الصيام خفيف عليكم. وصفة اليوم هي من الأطباق الجانبية الرمضانية اللي بنحبها كتير، بس الأغلبية بيترددوا بتحضير هالوصفة بالبيت. لهيك جبت لكم اليوم معي طريقة ولا أروع لطبق برك بالجبنة وأطيب من المطاعم. جربوه أكيد ورح ينجح معكم من أول مرة، مع حشوة جبنة ولا أطيب وبطريقة مبتكرة. مقادير عجينة البرك: 2 كوب طحين، 3 معلقة كبيرة نشاء الذرة، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة سكر، ربع كوب زيت نباتي، نص كوب ماء فاتر للعجن. بالبداية بوعاء رح نحط كل المقادير الجافة مع بعض: الطحين والملح والسكر والنشا، ورح نخلط كل هالمقادير الجافة لحتى تمتزج كلها ببعض. بعدين رح نعمل مثل حفرة صغيرة بالوسط لنحط فيها السوائل: الزيت والمي، ونبلش نعجن اما بايدنا او عن طريق العجانة. بعد ما صارت عنا عجينة منلمها على بعض ومنحطها لحتى ترتاح شوي، منغطيها بالنايلو ومنحطها على جنب حوالي 10 دقايق لحتى نروح نحضر الحشوة مع بعض. مقادير الجبنة لحشوة البرك: 3 معلقة كبيرة طحين، معلقة كبيرة زبدة، نص كوب حليب سائل، 6 حبة كيري أو أي نوع جبنة كريمية بتفضلوها، 1 كوب جبن موزاريلا مبروش. بالبداية بطنجرة تيفال رح نحط الحليب والزبدة والطحين ونخلطهم مع بعض على البارد قبل ما نرفعهم على النار لحتى ما يصير عنا تكتلات طحين. بعدين رح نحط هذا المزيج كلياته بالطنجرة على نار متوسطة ونضل عم نحرك لحتى نشوف تقريبا انه الزبدة بلشت تذوب. بعدين رح نضيف عليهم جبنة الكيري او الجبنة الكريمية اللي انتو عندكن اياها ونكمل تحريك. منحرك حوالي دقيقتين، بعدين منضيف الجبن المبروش وكمان منبلش تحريك. بدنا نضل عم نحرك لحتى يصير عنا خليط الجبنة ناعم كتير وتختفي عنا كل الكتل الصغيرة. تماما مثل ما انكم شايفين صار عندي قوام ولا أحلى من الجبنة، وطبعا الطعم رح يكون بجنن. إذا حبيتوا تضيفوا رشة ملح للجبنة فما في مشكلة. هلأ منحط الحشوة على جنب ومنروح لمرحلة تقطيع العجين. بالبداية منجيب صحن على جنب ومنحط عليه طحين، رشة خفيفة ومنحطها جنبنا، وبعدين بدنا نرش طحين على المجلى أو على المكان اللي كنت تفردوا فيه العجينة، ونرش كمان طحين على الشوبك يلي حنفرد كمان فيه العجينة. العجينة ناعمة كتير وما بتلزق معكم، فما في داعي أبدا إنكم تكتروا طحين. رح نفردها تقريبا بسماكة 1 سنتي أو السماكة اللي انتو بدكن إياها. بعدين منجيب كاسة ومنقطعها بيتم الكاسة بالحجم يلي انتو بدكن إياه. منشيل هاي القطع اللي صارت عنا ومنحطها بالصحن يلي نحن رشينا عليه طحين وحطينا جنبنا. وهلأ منطبق قطع العجين جنب بعض بالصحن المرشوش بالطحين. وبعد ما خلصت عندي كل الكمية منجي لمرحلة الحشو. مناخد شريحة من العجين منرقها شوي بإيدنا ومنحشيها حوالي معلقة صغيرة من حشوة الجبنة. طبعا كمية الحشوة بتعتمد على حجم قطعة العجين. بعدين منبلش نسكرها منيح من كل الأطراف تماما مثل قرص القطايف. وبعد ما تأكدنا انه كل الأطراف اتسكرت منيح مناخد طرف القرص منضبه لجوا، وكل ما طلع عنا طرف منضبه لجوا مع حركة التفاف بسيطة تماما مثل مبدأ لجديلة الشعر.
بعدين بنصفهم كلهم بصينية ومنكمل ليخلص عندي كل المقدار. أنا هون حبيت أرجع عيد معكم حركة الحشو وطريقة تشكيل القرص. مثل ما لكم ملاحظين عم نضب الأطراف وبعدين مناخد طرف القرص ومنبلش نضبه لجوا، ومنحاول نخلي ايدنا عم تلف مع القرص لحتى يطلع عندي شكل متناسب تماما مع نصف الدائرة اللي عندي اياها. وهلأ بعد ما خلصت عندي كل الكمية رح نروح لمرحلة القلي. رح نقلي البرك بزيت غزير حرارته مرتفعة وننتظر لتاخد لون ذهبي، وبعدين منصفي البرك على ورق مطبخ. حبيت ورجيكن النتيجة من جوا، طراوة وطعم لا توصف. زينوا سفرتكن الرمضانية بطبق هالمقبلات يلي رح تصيري مميزة بتحضيره، وإن شاء الله صيام مقبول وإفطار شهي. لا تنسوا تدعموني وتشتركوا بقناتي، ولا تنسوني من صالح دعائكم بهالأيام الفضيلة، وإلى اللقاء.